اهلا يا بنات، كيفكم؟ راح اسوي معاكم شوربة كويكر باللحم والطماطم. مرة لذيذة ومرة راح تعجبكم، اتمنى انكم تجربونها. مكوناتها مرة بسيطة. عندي هنا لحم بعظم، ممكن تستخدموا مكعبات لحم عادي. عندي كويكر، طماطم، ما كترت طماطم لاني راح استخدم هذه الطماطم. عندي معجون وبصل، هنا ملح ومكعب مرق ولومي. وهنا راح استخدم بهارات الشوربة من الاسناد مرة ممتازة، يجي معاها هذه الاكياس عشان تعبونها البهارات. هذه مكونات البهارات، شايفين فيها تقريبا كل البهارات، فيها فلفل وكزبرة وكمون، هيل، مسمار. هذه شوفوا حطيت مقدار تقريبا ملعقة صغيرة في هذا الكيس، هي هذه اللي راح استخدمها مع الشرب. هنا على قدر على النار حطيت اللحم، قلبته شوية مع شوي زيت لأنه اللحم عندي هنا فيه دهن. حطيت البصل المفروم، راح أقلب لين يدبل البصل. بعد ما دبل عندي البصل اضفت الطماطم ومعجون الطماطم. طبعا انا هنا ما استخدمت معجون الطماطم، بس استخدمت الطماطم المعلبه اوريدي يكون فيها معجون. الحين اضيف الملح، مكعب المرق، فلفل اسود، كمون وكزبره ناشفه والبهارات تبع الشوربه. اخليهم يتسبكوا شوي مع بعض وبعدين اضيف مويه مغليه واكتم القدر واخلي اللحم ينضج. فقط يغلي عندي المويه، يعني هذه الشوربة تغلي، اكتم القدر واخلي اللحم ينضج لمدة من 20 دقيقة ل 30 دقيقة على نار تكون متوسطة. بعد ما مرت نص ساعة على اللحم ونضج، اضفت كوب شوفان طحنته مع شوية موية واضفته عشان ما يكلكع في الشوربة. اخلي الشوربة على نار هادية لمدة نصف ساعة كده، وبعدها تكون خلاص صارت جاهزة.